النهاردة 12 مليون عاطل في مصر. طيب عشان يشتغلوا لازم يتعمل شركات ومصانع وزراعة، والشركات والمستثمرين والله الذي لا إله إلا هو إن أنا في الأربع 5 شهور اللي فاتوا يعني بدون مبالغة قابلت عدة آلاف من المستثمرين، من المصريين اللي موجودين حاليا هنا أو المصريين في الخارج أو العرب أو الأجانب، والكل عنده رغبة صادقة في أنه عايز يشتغل في البلد ويعمل. ولكن أنا نفسي ما أقدرش أنصحه، والبلد فيها فوضى، والبلد ما فيش فيها استقرار أمني أو استقرار سياسي، لأن دي أمانة بين يدي الله عز وجل. هو أنا هفرح إن واحد جاي يقول لي عايز أعمل عنه، ولكن أنا نفسي ما أقدرش أنصحه، والبلد فيها فوضى، والبلد ما فيش فيها استقرار أمني أو استقرار سياسي، لأن دي أمانة بين يدي الله عز وجل. هو أنا هفرح إن واحد جاي يقول لي عايز أعمل عنه، ولكن أنا نفسي ما أقدرش أنصحه، والبلد فيها فوضى، والبلد ما فيش فيها استقرار أمني أو استقرار سياسي، لأن دي أمانة بين يدي الله عز وجل. هو أنا هفرح إن واحد جاي يقول لي عايز أعمل عندك. والله مجموعة من الشركات اليابانية جايبة 10 مليار دولار في مشاريع محددة كلها ممكن تفيد البلد وتفيدهم طبعا، لأنه ما فيش مستثمرين هيجي يستثمر عندك لمجرد ان هو يجيب لك فلوس وخلاص. وهو الذكاء كده انك تدور على المصالح المشتركة للأطراف وتبدأ تنميها وتشتغل فيها. انما انا ما اقدرش اقول له تعالى والبلد فيها مظاهرات وفيها فوضى وفيها عدم استقرار سياسي بهذا الشكل، لانه المستشار مؤتمن. لما حد يجي ياخد رأيك ما تبقاش المسألة انك بتدور على مصلحتك انت بس او مصلحة النظام اللي انت بتمثله او البلد اللي انت منها، لازم تبقى مطمئن للجميع. فهم النهاردة مش ممكن يبقى فيه بداية اطلاق تنمية اقتصادية او اي نوع من التنمية اللي بتندرج تحت عنوان النهضة الا من خلال الاستقرار السياسي، وده اللي ان شاء الله تعالى نتمنى ان البلد تصل له قريب. وشكرا.